السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده الكشري بطريقه بره بالظبط. معلش بقى، ولا ابو طارق ولا سيد حنفي ولا الكلام ده كله. معايا هنا مكرونه سباكيتي تخينه. دي التركه بقى زي بتاعت بره، مكرونه سباكيتي تخينه. هننزل بيها الاول قبل الشعريه تتحمر كده، ننزل بشويه الشعريه بتاعنا. ممكن نحط مكرونه رفيعه، بس هما بيستعملوا بره اصلا المكرونه اللي هي التخينه دي. طبعا مفيش منها اكياس، دي بتبقى سايبه. نزلنا بيها الاول انها بتاخد وقت شويه عن الشعريه، فلو نزلتيها مع الشعريه تتحرق منك وهي كل لسه ما اتحمرتش. فلما هي تتحمر تنزلي بالشعريه، هتلاقيهم هما الاتنين خدوا نفس اللون. ننزل بالرز بتاعي ودوت العدس، انا غسلاه بس ولا نقعاه ولا سلقاه، زي ما هو كده غسلته بس. هنزل بيه واروح نازله الملح والكمون وشويه كزبره، نص معلقه كمون ونص معلقه كزبره والملح بتاعك، تشوحيه كده شويه. متقلقيش من العدس، مش هيبقى ناي معاك خالص، هيبقى مسواه مظبوط جدا ويبقى الرز مفلفل. هنزل بقى بالميه السخنه بتاعتي كده من الكتل. تعودي اي رز اي حاجه انزلي بميه سخنه على طول، نزلت بميه بارده هتلاقيه عجن منك. بس وهنا عندي الحمص هسلقه في الميه بس، واسيبه بقى يتسلق كده من غير ملح ولا اي حاجه، عشان الملح بيبطئ السوا بتاعه. نعمل بقى الصلصه. بصله، هنحط هنا معلقه ثوم مفروم على البصل لما تدبل شويه. الرز اول ما بيغلي بنوطي النار شعره خالص ونسيبها على النار براحته خالص. ممكن تحطي الشياطه لو عندك شياطه الرز وتسيبيه على مهله خالص خالص خالص، مسافه ما بيغلي كده غلوتين تروحي موطيه، عشان كل حاجه تستوي مظبوط، يبقى مفلفل معاكي ولا مش معجن ويكون سوا حلو. هنا البصل بقى كده حطينا معاها الثوم. برضو البصله مش هنحط الثوم الاول، البصله تدبل شويه ننزل بمعلقه الثوم المفروم ونقلبها كده. الثوم يتحمر حاجه بسيطه خالص. انا برضو موطيه النار على البصله عشان خاطر التومه ما تتحرقش، ان التومه سريعه جدا انها تتحرق بسرعه. فوطي النار عشان تتحرق يعني تستوي مظبوط وتطلع ريحتها. تمام كده. هنزل بقى بالصلصه بتاعتي، طماطم اهي خلاص كده مظبوط. هنزل بقى بالطماطم. الطماطم زي ما قلت لكم، بص دي الاربعه دي كنت مفرزاها في الفريزر. التوابل بتاعت الكشري، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. تمام كده بس، واسيبها تتسبك. هنا بقى عندي زيت نضيف اهو، ده التركه بقى كلها في الزيت ده. هنزل بالبصل اللي مقطعاه عليه معلقه من النشا، وهيطلع معاكي نفس التحميصه ونفس الطعم بتاع بره بالظبط. النشا هو اللي بيخلي البصل مقرمش معانا. لو قعد يومين البصل بيفضل مقرمش لحد اخر واحده بتخلص معاكي. بصوا كده، تلاقيش هو كده كل ده هينكمش اصلا وهيقل. متقوليش البصل قليل الزيت قليل، لا الزيت مظبوط جدا، ده هيفيد كمان. الزيت ده انا هحتاجه بعد كده. نعمل بقى الشطه الزيت نفس بتاعت بره بالظبط. شويه زيت من اللي انا حمره فيه البصل ده، احط فيه قرن فلفل يا دوبك بس تشويحه كده يشكشك. انزل عليه بالطماطم المقطعه مكعبات كبيره كده بس، مش بسبكها خلاص هي كده. انزل بقى بالشطه بتاعتي، معلقتين شطه كده كبار كده محترمين. تمام. واروح نازله عليها بمعلقه من الصلصه، كبشه كده كبيره من الصلصه بتاعت الكشري دي. في اصلا فيها كل التوابل، حتى انا حطيت فيها معلقه خل. بصوا اهي، كبشه كبيره كده من الصلصه بس. وكلي احلى شطه زيت في الدنيا زي بتاعت بره بالملي. بس كده خلاص. ظبط بقى الملح بتاعته، ما بيغليش كتير على النار. الطماطم ما بتبقاش مهريه، هي بتبقى قطع صحيحه كده باينه. طبعا انتوا عارفين الشطه الزيت اللي هي بمكعبات الطماطم دي. بس خلاص كده، هو كده خد كده غلوتين مع كله مع قلب بعضه، الشطه مع الفلفل مع الطماطم وكل حاجه. هظبط الملح وبس على كده.
اهو حطيت الملح كده اقلبهم، بصوا زي بتاعت بره ولا لا بقى. وادي البصل كده اتحمر معايا، هشيل البصل واقلب واشيل الشطه. خلاص كده. الزيت ده مش الزيت ده هنعمل بيه حاجات كتير، هو ده السر اصلا طعم الكشري وحلاوته. دي بقى كوبايه ميه على ربع كوبايه من الخل ومعلقه توم مهروسه كبيره، دي الدقه. احط بقى في الدقه دي ايه، معلقه من الكمون، نص معلقه صغيره من الكمون، وربع معلقه من الكزبره الناشفه، وتبصي معلقتين كده من صلصه الكشري برضو اللي احنا عملناها عشان تديها اللون ده، معلقتين بس كده من الصلصه، وتظبطي الملح بتاعها وخلاص. دي ما بتحطلهاش ليمون لان فيها خل، مفيش ليمون بيتحط معاها. بس اهو ظبطت الملح وخلاص على كده. بس كلي احلى دقه. بصوا زي بتاعت بره بالظبط، نفس الشكل ونفس الطعم ونفس الريحه. طيب كان نسلق بقى المكرونه مع الميه المغليه اهيت، ونحط الملح ونضيف المكرونه بتاعتنا، اي مكرونه انت عايزاها. انا حطيت المتعارف عليه يعني الاسباجيتي مع المكرونه الصغيره بتاعت مكرونه التحمير اصغر مقاس. تسلق معايا هنا. بس هوريكم بقى الكشري الرز مفلفل ازاي. بصوا ولا الرز معجن ولا العدس ني، تحفه. الزيت بقى اللي احنا حمرنا فيه البصل هنزل اخد كده معلقتين منه اضيفها على الكشري، معلقتين كده منه اهو، وقلبيه بقى. هي دي التركه بتاعت الكشري اصلا، الزيت بتاع البصل. برضه هاخد من الزيت ده لما المكرونه تتسلق، احط معلقتين منه على المكرونه. بصوا مفلفل ازاي، تحفه. جربوه بس بالطريقه اللي بقول لكم عليها دي، يمشي كده معايا كل الخطوات دي. بصوا الرز، نجمع بقى الطبق بتاعنا. حطي بقى كده الرز تحت في الارض زي بتاع بره كده، زي ما بيعملوا. بصوا الفلفله بتاعته، والعدساه ولا نيه ولا اي حاجه. والمكرونه بصوا اهو. احط بقى المكرونه، بس انا هجيب المكرونه. بصوا مكرونه مفلفله ازاي، لان حطيت عليها الزيت اللي هو بتاع البصل اللي احنا حمرناه فيه. بس وادي الصلصه اتسبكت، ولا ريحتها بقى، ريحه الكشري ده لما بعمله ما بشتريش خالص انا كشري من بره. ادي الحمص اهو اتسلق، سلقت الحمص بس حطيت عليه شويه ملح وفي كمون. وادي التقليه اهي، بص مقرمشه ازاي. وادي الدقه وادي الشطه. وكلي بقى احلى كشري. يا رب تعملوه بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم. متنسوش تعملوا معايا الشير وتعملوا لايك للقناه، واستنوا كله جديد. باي باي.